اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي ضروري ومستعجل وكيخص السلامة ديالنا كاملين. كاين واحد التحذير مهم من عند المديرية العامة للأرصاد الجوية، هو عبارة عن نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. هاد النشرة كتحذر من موجة برد قارس وتساقطات ثلجية كثيفة في عدد من المناطق. فهاد الشرح غادي نفهموا مزيان شنو كيعني هاد الشيء، والأهم كيفياش نحميو راسنا. يلا نشوفوا الخريطة ديال هاد الشرح. أول حاجة غادي نفهموا مزيان هاد النشرة الإنذارية الرسمية شنو كتعني. من بعد غادي نشوفوا بالتفصيل شكون هي المناطق المعنية وشنو بالضبط كنتوقعوا. ثالثا غادي نكتشفوا التأثيرات ديال هاد الشيء على أرض الواقع وكيفاش السلطات كتستجب. وفي الأخير وهذه هي النقطة الأهم، غادي نعطيو نصائح عملية باش نبقاو كلنا بأمان. إذا نبداو بالنقطة الأولى. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الثلج والبرد، ضروري نفهموا بالضبط شنو هي القيمة ديال هاد النشرة الإنذارية الرسمية. ملي كنسمعوا مستوى اليقظة برتقالي، خاصنا نعرفوا أن هاد الشيء ماشي مجرد توقع عادي للطقس، لا، هذا انذار رسمي كيجي من المديرية العامة للأرصاد الجوية. بعبارة أخرى، الظواهر الجوية اللي جاية ماشي غير قوية، بل ممكن تكون خطيرة وعندها تأثير مباشر على السلامة ديالنا وحياتنا اليومية. المديرية نفسها كتقولها بكل وضوح: نهيب بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. التركيز هنا على كلمة أقصى كيبين أن الوضع فعلا مش عادي، وخصوصا للناس اللي ساكنين في المناطق الجبلية أو اللي ناويين يسافروا. الرسالة واضحة تماما، الخطر حقيقي. دابا يلا ننتقلوا للتفاصيل ونشوفوا شكون هي المناطق المعنية بالضبط وشنو هي التوقعات اللي كنتسناو. الإنذار البرتقالي مركز بالدرجة الأولى على أقاليم الحوز، شيشاوة، أزيلال، ورزازات وترودانت. ولكن التأثير ديال هاد الموجة غادي يكون أوسع وغادي يمتد باش يشمل مناطق واسعة من سلسلة جبال الأطلس الكبير والمتوسط وحتى الريف والهضاب العليا الشرقية. هاد الموجة عندها توقيت محدد وخاصنا نردوا ليه البال. الإنذار غادي يبدا من نهار 3 مع 6 ديال العشية وغادي يستمر حتى لنفس الوقت نهار الأربع. يعني هاد الفترة ديال 24 ساعة هي الفترة الحرجة اللي خاصنا نكونوا فيها أكثر يقظة وحذر. النقطة المهمة هنا هي شحال ديال الثلج متوقع يطيح. الأرقام الرسمية كتشير أن السمك ديال الثلج ممكن يوصل ما بين 10 و 20 سنتيمتر. باش نتصوروها، هذه كمية مهمة وتقدر تسبب مشاكل كبيرة في التنقل وتقطع الطرقان. وهذا الشيء كيفسر علاش التركيز الكبير كاين على المناطق الجبلية. التوقعات كتقول أن الثلوج الأكثر كثافة غادي تكون في المرتفعات اللي العلو ديالها كيفوت 1800 متر. هذه معلومة حاسمة لأي واحد ساكن في هذه المناطق أو كان كيخطط يمشي ليها. دابا غادي نشوفوا التأثيرات الواقعية ديال هاد التقلبات الجوية وكيفاش السلطات كتدخل باش تواجه التحديات اللي ماشي سهلة. هذا الرقم كيعطينا فكرة واضحة على حجم التأثير. فالاضطرابات الجوية اللي دازت مؤخرا، تقطعات حركة السير في أكثر من 165 مقطع طرقي. هادشي كيورينا حجم التحدي اللي ممكن نواجهه مرة أخرى. والأسباب ديال هاد الانقطاعات متنوعة، ماشي غير الثلج بوحده هو المشكل، كاين حتى ارتفاع منسوب الماء في الوديان والشعاب، وبعض المرات لا قدر الله انهيارات صخرية وانزلاقات ديال التربة. هاد الشيء كامل كيجعل الوضع أكثر تعقيدا وخطورة. ولكن باش نواجهوا هذا الوضع كاين تجلد كبير من طرف السلطات. وزارة التجهيز والماء عبأت 357 آلية متخصصة في إزاحة الثلوج. الهدف ديالها هو تفتح الطرق وتضمن أن الحركة تبقى مستمرة قدر الإمكان. وإلى جانب الآليات كاين واحد المجهود بشري كبير. تم تعبئة 832 شخص ما بين أطر وأعوان اللي خدامين ليل ونهار باش يواجهوا الظروف الصعبة ويفتحوا الطرق في الوقت المناسب. والجانب الإنساني حتى هو حاضر بقوة. مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعليمات ملكية بدأت فعلا في عمليات توزيع المساعدات على السكان المتضررين من موجة البرد. هذه المساعدات فيها مواد غذائية وأغطية وبتوصل للأسر في المناطق المعزولة. دابا وصلنا للجزء العملي والأكثر أهمية. شنو هي الإجراءات اللي خاص كل واحد فينا يديرها باش يحمي راسه وعائلته؟ بالنسبة للسائقين، الرسالة واضحة ومباشرة. السياقة في هذه الظروف ماشي بحال الأيام العادية. القاعدة الأولى: نقص السرعة بزاف. القاعدة الثانية: خلي مسافة أمان كبيرة بينك وبين السيارة اللي قدامك. القاعدة الثالثة: حاول تتفادى التجاوزات اللي ماشي ضرورية. والقاعدة الذهبية: إذا كان السفر ضرورة قصوى من الأحسن تأجل.
أما بالنسبة للناس فديورهم خصوصا في المناطق الباردة ضروري يتأكدوا من أن وسائل التدفئة خدامة مزيان ويحموا قنوات المياه باش ما تتجمد وتتطرطق، ويكون عندهم مخزون كافي من المواد الأساسية بحال الأكل والشرب، وطبعا مهم بزاف يتبعوا الأخبار من المصادر الرسمية. وهذه معلومة عملية ومهمة بزاف. قبل ما أي واحد يشد الطريق من الأحسن يسجل عنده هذا الرقم 05 37 71 17 17. هذا مركز المداومة ديال وزارة التجهيز. اتصال واحد ممكن يعطيك آخر المستجدات على حالة الطرق ويجنبك مشاكل كبيرة. وفي الأخر كيبقى هذا السؤال موجه لكل واحد فينا. الاستعداد مسبق ماشي طرف، بل هو ضرورة أساسية في هذه الظروف باش نحافظوا على سلامتنا وسلامة الناس اللي عزاز علينا. واش حنا بصح واجدين؟ كنتمنى هاد المعلومات تكون مفيدة وعملية. دابا الدور كيرجع لينا كاملين. شاركوا هاد المعلومات مع العائلة والأصدقاء. راه معلومة واحدة كتوصل في الوقت المناسب ممكن دير فرق كبير. الحيطة والحذر هما السلاح ديالنا باش ندوزوا هاد الموجة بأمان. تهلاو في راسكم والله يحفظ الجميع.